السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكريب، وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة. يعني حاجة كده تعمليها في منتهى السهولة، ان شاء الله يكون ناجح معاكي من اول مرة. يلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا اشتراك ولايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. ولايك يا جماعة. اول حاجة عندنا بقى بيضة، كوباية من اللبن او الحليب، كوباية لبن او كوباية حليب. تمام. بعد كده هنزل برشة من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. والفانيليا السايلة ديت بتدي ريحة حلوة جدا جدا، احلى من البودر كمان. تمام. انا هستخدمه في صنف حلو عشان كده حطيت فانيليا. هحط كمان كوباية من المية العادية خالص، ورشة ملح بسيطة جدا، ومعلقة معلقة كبيرة مليانة من الزيت، معلقة كبيرة مليانة من الزيت. وهقلب كل المكونات بتاعتي ديت مع بعضها. طيب لو احنا بقى هنستخدم الكريب بتاعنا في اي وصفة حادقة، تمام، هحط بدل الفانيليا رشة من الفلفل الاسود ومعلقة خل. تمام. يبقى حطينا بيضة، كوباية لبن او حليب، كوباية مية، رشة فانيليا، معلقة كبيرة من الزيت، رشة ملح. مكونات بسيطة جدا جدا. هنستخدم بقى الدقيق بتاعنا كوباية وربع، كوباية وربع من الدقيق للمقدار ده. تمام. مقاديرنا مظبوطة 100%. ان شاء الله تظبط معاكي وتكون ناجحة ان شاء الله. بس يعني امشي على نفس الخطوات وامشي بنفس التريكات كده، هتظبط معاكي ان شاء الله من اول مرة. هي المقادير بتاعته سهلة جدا، ممكن تعمليه زي ما انا استخدمت المضرب اليدوي، وممكن تحطي كل المكونات في الخلاط وتضربيهم مرة واحدة في الخلاط بتاعك. تمام. بعد كده بقى هنصفي الخليط بتاعنا، سواء استخدمنا الخلاط او عملنا بالمضرب اليدوي لازم نصفيه، ونسيب الخليط بتاعنا يرتاح 5 دقايق بس. هنسيبه يرتاح كده 5 دقايق. تمام. بعد كده بقى ناخد الخليط بتاعنا ونروح نسويه على النار. عندي بقى طاسة سخنتها كويس، وحطيت عليها كده رشة مسحتها يعني بمسحة من الزيت، مسحيها كده بالفرشة مسحة من الزيت. وانزلي بكمية مناسبة من الكريب على قد الطاسة بتاعتك او على قد بتاعة الكريب. يعني الطاسة بتاعة الكريب دي صراحة مش متوفرة عندي، بس انا استخدمت اي طاسة عندي او اي طاسة عندك هتمشي. تمام. ما تجيش بقى ناحية الكريب خالص غير لما تلاقي الاطراف بتاعته خدت لون معاكي. تمام. يبقى ما تحركيهوش خالص غير لما تلاقي الاطراف بتاعته خدت لون. اول ما تلاقي الاطراف بتاعته خدت لون تبدأي ان انتي تختبريه، تشوفيه يعني اصفر احمر استوى، تقلبيه، بيتقلب بمنتهى السهولة. تمام. بس اوعي تيجي ناحيته غير لما تلاقي الاطراف بتاعت الكريبة بتاعتك فصلت من الطاسة. انا هنا اهوت حطيت واحدة وحطيت كمية مناسبة زي ما انتوا شايفين، بنميل كده الطاسة لحد ما الكمية بتاعتنا تتساوى في الطاسة. بعد كده لما بلاقي الاطراف احمرت وفصلت من الطاسة بقلبها على الجنب التاني. وده كان الكريب بتاعنا بمنتهى السهولة وشكله تحفة، حاجة بسيطة جدا جدا. يعني بيتعمل بسهولة، مفيش اسهل من كده. لو الفيديو بتاعي كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تضغطوا اشتراك ولايك.